منك لله يا احمد يا سليمان. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. كان عندك بن شرقي، يعني كان هياخد له بتاع 800 الف دولار في السنه. ما اعرفش مين اللي قالك ووسوس لك في دماغك ولعب لك في ودانك ان مشلاك احسن من بن شرقي. بالله عليك، بالله عليك يا شيخ، انت شفت بن شرقي على حياة عينك اهو النهارده وفي ماتش الزمالك؟ مشلاك احسن منه في ايه؟ وحياة يا عم اغلى حاجه عندك لا ترد. احسن منه في ايه؟ شفت بن شرقي النهارده وماتش الزمالك؟ شفته في المساحات الضيقه بيعمل ايه؟ شفته في واحد على واحد بيعمل ايه؟ واحد على واحد. شفته في واحد على اتنين بيعمل ايه؟ مش واحد على واحد، ان كده واحد على واحد كده كده بن شرقي خلاص معدي. شفته النهارده عمل ايه في لعيبه حرس الحدود؟ شفته في نص ساعه. شفت كم محاوله على المرمى؟ شفته كام آه، محاولة صحيحة من عدد المرات المراوغات؟ بن شرقي النهارده في نص ساعة عمل حوالي 12 مراوغة، منهم 10 صحيحة واتنين اتقطعت. شفت النهارده بن شرقي نزل قلب الماتش ازاي في نص ساعة؟ كان فريق الأهلي لا حول له ولا قوة، بإمام بوسام بجراديشار بحسين الشحات باللعيبة كلها، بمحمد هاني بكريم الدبيس، اللي الناس قعدت تزعل جوه: ازاي يا كولر ما تلعبش بكريم الدبيس؟ ازاي يا كولر ما تلعبش بمحمد هاني قدام الزمالك؟ عملوا ايه قدام الحرس النهارده؟ ولا حاجه. ما حدش لا محمد هاني ولا كريم الدبيس قدام الفرقه الاضعف من الزمالك اللي هي حرس الحدود عرف يعمل حاجه مع حرس الحدود. بمناسبه حرس الحدود، محمد يوسف غش بالتبكال، مش غش، ده شاف الخطه بتاعت بيسيرو طول ما الزمالك ما كانش معاه الكوره 5-4-1. طبعا النهارده عشان حرس الحدود طول الماتش معهوش الكوره وكان بيلعب على التحولات، كان 5-4-1 النهارده. عمل ايه بقى الاهلي؟ عمل ايه النهارده؟ اهو عمل اللي شته يا عم، بتقول عليا جبان وبدافع وخايف ومش عارف ايه. ادي اتنين راس حربه. جراديشور عمره ما لعب بيها، كولر دي ما شفتوش بيلعب بيها، لو هو خسران ولا هو كسبان ولا هو في اي وضع. ادي يا عم اتنين راس حربه، جراديشار ووسام ابو علي مع بعض من اول الماتش. باكات يا عم، ادي محمد هاني وادي كريم الدبيس، امام عاشور وحسين الشحات. بص نازل بكل قوته. جاب ضيع فرص النهارده الاهلي مفيش غير واحده، جراديشار حطها في العارضه من كوره ثابته، مش من هجمه منظمه. كوره ثابته اترفعت، جراديشار حطها في العارضه بس. الى ان نزل بن شرقي الماتش اتقلب 180 درجه. كل الخطوره حصلت من اول ما نزل بن شرقي، وكل الخطوره حصلت من ناحيه الشمال اللي كان متواجد فيها بن شرقي. ولما راح اتحرك ناحيه اليمين جاب جون. طلع باص، عمل 1 2 مع عمر كمال قطم بيمينه، رفع بشماله لجوه، لعب لبن شرقي، استلمها بصدره على الارض. لعيب كبير، استلامه لعيب كبير، تحرك لعيب كبير، كنترول على الكوره بتاع لعيب كبير. مش لك اللي بيرقص نفسه وبيطلع بيها اوت. ده مش لك، ده لاعب العاب قوه، ده لاعب بتاع يعني سباق. يلا بينا واحد اتنين تلاته ويطلع يجري، واللي يسبقني يحصلني يكسرني. يطلع بقى لغايه الاعلانات، يطلع يجري لغايه فوق المدرجات. ما تعرفش راح فين وجاي منين، مش ما تعرفش يعمل ايه بالكوره. وارخص واغلى من اسمه إيه ده، من بن شرقي. او على الاقل بالاتفاق مع اللي ما حصل مع نادي احد، بقى زيه زي بن شرقي بالنسبه لك. بس تعالى بقى ايه الماتشات اللي هي السواد الاعظم من الماتشات اللي انت هتلعبه كزمالك او كاهلي. انت هتلعب قدام فرقه زي النهارده كده حرس الحدود، فرقه عامله لو بلوك على منطقتها طول الماتش، واقفه في ال 18 بتاعها، واخر خط ضغط هو بين خط النص بتاع الملعب وبين خط ال 18. الاربعه اللي كانوا في النص وقدامهم راس حبه واحد واقف على الدايره. طول الماتشات، كل الماتشات هتلعبها كده. انت عايز واحد سريع تعمل بيه ايه؟ هيجري فين؟
انت عايز في المقام الاول واحد بيعرف يستلم تحت ضغط، واحد بيعرف يلعب واحد على واحد، بيعدي من واحد على واحد، ويا سلام يبقى يعرف يعدي من واحد على اتنين زي بن شرقي. لعيب سوبر، ضيعته من ايدك. والاهلي ما كانش عارف يوصل ولا يعمل. حسين الشحات هو نفس الكوره بالظبط، جراديشار لعبها له في ماتش الزمالك بالكربون، حسين الشحات ضيعها، ما عرفش يوصل لها ويجيبها بالكربون. جراديشار تاني لعبها لنفس اللعبه تاني، نفس القوه تاني، في نفس المكان تاني، بن شرقي حطها جون بدماغه ورفض يحتفل. النهارده تعالى بقى اتفرج، تعالى نتكلم على المهاره الفرديه. واحد على واحد بيعدي، واحد على اتنين بيعدي، محدش قادر يوقفه. يا بياخد فاول، وكان ليه فاول على حدود ال 18، الكره اللي وقع فيها دي كانت فاول، المفروض فاول وانذار على مدافع الحرس. بالنسبه للتحكيم اللي زي الخرا النهارده، كان في برده كان بن شرقي اصلا المفروض كان يطرد اصلا برده، من يعني لو هنتكلم على التحكيم. نفس الكوره على لاعب الحرس بقى، فاول وانذار. بن شرقي نفس الكوره بالظبط، مفيش فاول اصلا. ادي بن شرقي اللي انت سبته، وابنك وبتاعك، مش هقول لك ابنك يا عم، بلاش ابنك، متعلق بيك بجمهور الزمالك، وجمهور الزمالك متعلق بيه، وكان عندك، وكان سهل يجي لك، وواخد على اللعيبه وواخد على الفرقه. ما خلصتوش ليه من اول الموسم؟ مش لك ايه وزفت؟ مين اللي عينه عايزه تتفقع وتتخرم؟ اللي بيسيب لعيب زي ده ويجيب واحد زي مشلاك، لعيب بتاع الزمالك واهلي، لعيب بتاع فرقه كبيره، يعرف يلعب على فرقه مقفله وفرقه مقرفه، بيعمل لك حلول بيك يعني دوت. علشان بص، بن شرقي ده عشان يتمسك ده عايز يخش عليه ثلاثه، فبن شرقي لوحده واحد لعيب في الملعب بيسحب لك معاه ثلاثه، بقيت انت 9 على 6. عمل لك زياده عدديه وهميه، او يعني بشكل لا ارادي، عمل لك زياده عدديه انت من غير ما انت ترتب لزياده عدديه بتنظيم بهجمه بتاع. هو دايما انت اعلى من اللي قدامك، دايما انت ازيد من الفرقه اللي قدامك. ليه؟ في واحد ساحب لك ثلاثه ناحيته، مكتفهم، على الاقل كاتم على نفس الباك اللي بيلعب عليه، ومخلي الوينج اللي بيلعب عليه ورا دماغه مش فيه، دماغه هطلع اعمل هجمه مرتده، ولا بن شرقي هيضربني في ظهري فارجع اسند مع الباك اللي معايا. فعمل لك خطوره ناحيه الشمال اللي بيلعب فيها، ومأمنها لك بقى بالناحيه الثانيه، مأمن لك دفاعك منها. ده بقى ايه ده الكلام ده في الماتشات اللي على مستوى ايه الصغيره زي حرس الحدود والكلام ده، الفرقه اللي هتقفل قدامك. ما بالك بقى الماتشات الكبيره لما تلعب على واحد زي بن شرقي على تحولات؟ هيعمل ايه في لما دايما رايح واحد على واحد، دايما رايح واحد على واحد؟ هيشطف اي حد. هو راح الاهلي بكام؟ بمليون، مليون دولار و100,000. انت كان هيجي لك انت اخر تالت سنه كان هياخد المليون و100,000 دي، ان هو كان هيجيب 800 بعد كده 900 بعد كده بقى مليون او مليون وكسور. خدهم من اول سنه في الاهلي، فطبعا يروح الاهلي. وهو شكرا يا بن شرقي ومحترم ان انت ما رضيتش تحتفل قدام جماهير الزمالك لما جبت فيها جون، وكلامك المحترم مع اللي اسمه شوبير في البرنامج لما حب يوقعك وحب يشطشط الدنيا في المكالمه، رديت بكل احترام على جمهور الزمالك وقلت له لا، انا غير امام بره الملعب، ماليش دعوه بامام عاشور بره الملعب. كان كلامك محترم وما رضيتش تجرح جماهير الزمالك، اللي هي عشان انت عارف ان هي جماهير الزمالك اللي عملتك ونظفت الصدى اللي عليك لما كنت في السعوديه. ما كنتش اساسي وكنت احتياطي، وكان مستواك ابتدى ينزل، جيت الزمالك فوقت وخدت بطولات واسمك لمع ورحت منتخب المغرب تاني. فانا مش زعلان منك يا بن شرقي، انا زعلان على بن شرقي، مش زعلان من بن شرقي، انا زعلان عليه. ومنه لله تاني مره اهو، منه لله اللي سابه وجاب مشتاق مكانه وراح الاهلي اهو. بن شرقي النهارده انقذ كولر. الكولر خلاص، كان فاضل دقيقتين والكولر كان هيطلع من استاد البرج العرب على مطار. كولر ما كانش هيكمل في الاهلي خلاص تاني.
هو اللي قعد كولر النهارده بن شرقي. اشوفكم بكره ان شاء الله في ماتش الزمالك وزد الساعه 7 ان شاء الله، الساعه 9 ان شاء الله نعمل فيديو حل للماتش. بالتوفيق لنادي الزمالك بكره ان شاء الله، ويكسب ويفرحنا. والف مبروك النهارده للنادي الاهلي على على بن شرقي اولا، ثانيا على الفوز اللي انا شايفه من وجهه نظري، ومحدش من الاهلاويه يزعل مني، فوز غير مستحق. انت ماسك كوره طول الماتش، ما عملتش حاجه غير هجمه واحده بتاعت جراديشار شوطه في العارضه، وبن شرقي اللي نزل انقذ كولر النهارده. من هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، واتمنى دايما دعمكم واشتراككم في القناه. السلام عليكم.